أهلين فيكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم عملت معاكم حلا كتير خفيفة وطيبة، حلا عجينة باف بيستري، وإن شاء الله تعجبكم بثلاث مكونات بس، وكتير لذيذة وخفيفة وصحية كمان. أنا عملته هذا باف بيستري قمح بالقمح، العجينة مش بالطحين، وشايفين لونها وشكلها معبية بالقشطة، وشكلها بشهي، وجربوها وخفيفة وبسرعة بتحضر معاكم وما بتتعبش. شوفوا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. تابعوا الفيديو للآخر، وأهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا اشتراك بالقناة ولايك للفيديو، وإن شاء الله رح نبدأ المكونات. مكونات كتير سهلة وبسيطة. بسم الله نقول. عندي أول إشي عجينة باستري. هذه أنا استخدمت عجينة هاي بالقمح مش بالطحين، وكتير خفيفة وما بتحسيها كتير لا دسمة ولا زيتية زي العجينة البيضاء. وممكن تستخدموا أي نوعية أنتم بدكم إياها. العجينة هنا شوفوا كيف راح نبدأ نقصها بالحبة بالحبة. وفي بتكون عندها هنا متاع الزبدة هاي اللي لسق فيها، هاي بتخلوه بتقطعوها فيها بهاي الطريقة. أنا أول شي راح أقطع معاكم، حنعمل لكم نوعين، نوع حبات صغيرة ونوع حبات كبيرة. بعد ما قطعت هنا النص وحطيتهم في الصينية على ورق الزبدة. وأهم إشي الفرن بتكونوا مولعينه من تحت، وتعلوا وتحطوا الصينية آخر إشي فوق يعني. وهلا وتخلوها بس ضلكم واقفين عليها. وهلا راح أقطع معاكم الحبة على 4 قطع. انتم اعملوا الاختيار اللي بدكم إياه. هنا تحبوا تعملوا حجم صغير، وهذا الحجم صغير، والحجم الأول على حجم كبير. يعني الأوفر لكم واللي حسب وقتكم ممكن تعملكم. عملت لكم أنا نوعين، الأول كبير وهي صغير. هاي بتقدر تعمليها على 4 قطع، القطعة بس. وهنا الباف بستري أنا ما خليته برا أبدا، نزلته من الفريزر وخليته بالعادية، بالثلاجة عادية، وقصيته. شوفي ما شاء الله، هنا ما أخدوش معي تقريبا 10 دقايق. أهم إشي بتكونوا واقفين عليهم ومع والغاز يعني على 170 تقريبا. واقفين شوفوا ما شاء الله لونهم كيف بشهي، واقفين عليهم. وتكون الصينية كويسة وعالين بعيدين عن النار، وواقفين عليهم وتعسوا عليهم. شوفوا ما شاء الله كيف شكلهم. خليتهم بردوا تقريبا 10 دقايق. بعد ما طلعتهم من الفرن أنا بديت معاكم هيو. وبعدين راح أفتحهم بهاي الطريقة شوي شوي، عشان كتير هي العجينة هنا بتتفتفت وممكن تخرب معاكم الحبة. بتحلوها بشوي بشوي بالسكين على مهل، أبدا ما تعملوها وهي سخنة. تخلوها تبرد على جنب لغاية ما تصير شوية باردة، وبعدين تستخدموها. مرة بسوي معاكم أنا الحبات هاي حبات صغيرة، وبسوي معاكم الحبات الكبيرة. راح أسوي طبق من هين وطبق من هين. شوفوا كيف. هلا عندي أنا الخطوة هاي القشطة اختياري. عندي هاي قشطة بيتية أو قشطة عربية، وعندي هنا القشطة القيمر. وممكن تستخدموا قشطة طازجة، وممكن تستخدموا تعملوا قشطة بالبيت، اللي يريحكم اعملوه. بس بصراحة القشطين التنتين زاكين، يعني ممكن تستخدموهم، أو قشطة طازجة أو تعملوها أنتم بالبيت. وهاي بالطريقة تحشوها حب أنتم بدكم تكون كتير، تكون محشية خفيف. الاختيار لإلكم. أهم شي بتكون من شوية بتكون القشطة طالعة من الأجناب شوية. شوفوا كيف. على الاختيار لإلكم، تحبوا تعبوها كتير تحبوا تعبوها خفيف، الاختيار لإلكم. أنا عملت معاكم النوعين. هاي النوع الكبير اللي أنا بحشي فيه هلا. حطوا لها معلقتين 3، تدهنوها هيك زي السندويتشات. شوفوا كيف. والقشطة كتير طيبة. وإذا بدكم وصفة القشطة اكتبوا لي بالتعليقات، إن شاء الله بنزلها لكم، القشطة البيتية. وهلا عندي الحبات الصغير كمان، راح أوريكم. هي نفس الإشي. أهم إشي تخلوا القشطة طالعة شوي من الأجناب. وهيك بخلصهم بهاي الطريقة كلهم. بس أهم إشي حكيت لكم العجينة باردة، تبرد معايا قبل ما أقصها. والقشطة بتكون بالثلاجة طبعا باردة. بعد ما خلصتهم هين كلهم، خلصت الحجم الصغير وحجم الكبير. هاي وريتكم. خليت أنا دهنت شوية على الأطراف من برا، عشان عندي هليت هنا الفستق الحلبي مكسراته بهاي الطريقة، أو طحناته حب كبار وحب صغار. وراح أسوي هاي بالأجناب كيف هيك.
أعبيهم بالفستق عشان هيك تعطيني زيادة بالتغذية وشكل حلو وطعم كمان حلو. وما شاء الله كتير طلعت طيبة وخفيفة. وهي أنا أول مرة أجربها الباف بيستري، هاي العجينة بالقمح، وكتير طيبة وخفيفة. عشان إذا ما بدكم مثلا تجربوا بالطحين جربوا هاي، وما بتحسيها كتير مزيتة ولا إشي. بنحطهم هاي، بنحط على بعضهم هيك، بنصففهم بالطبق بهاي الطريقة. شوفوا كيف بتشد معنا لما نخلي شوية قشطة بالطرف من برا. لما خلصهم كلهم هليت وصففهم بأي طبق بدكم إياه. شوفوا ما شاء الله شكلهم بشهي. هاي عندي الحبات الصغار، شوفوا مبينين، هم ممكن مش مبينين بس هاي الحبات الصغار. شوفوا ما شاء الله شكلهم كيف بشهي. إن شاء الله عجبوكم وبسرعة. وعندي هليت الحبات الكبار هيهم واضحين إن شاء الله. شوفوا كيف. وتزينوهم بتصفوهم زي ما بدكم انتم. كتير كتير طيبين وإن شاء الله يعجبوكم. لا تنسوش لايك للفيديو. عندي هنا صبيت عليهم شربات، ممكن بدل الشربات اختيارية، ممكن من غير شربات، وممكن تحطوا عليهم حليب مكثف شوية يعني من فوق. ممكن تزودوا الشربات تغطسوهم. الاختيار لكم حسب انتم رغبتكم. وممكن كمان رشة من الحليب المكثف كمان بيعطي كتير طعمة زاكية. والاختيار لإلكم. حطيت عليهم أنا تنتين شربات مش كتير، أنا ما يعني خليت محبيتهم يكونوا خفاف. وشوية حلب فستق حلبي من فوق. ما شاء الله شوفوا كيف الشكل بشهي. وإن شاء الله عجبكم الفيديو لليوم. وشوفوا ما شاء الله كيف. وإن شاء الله تجربوها. وما تنسوا تعليق للفيديو إذا عجبكم، واشتراك بالقناة إذا أول مرة شوفوها. وإن شاء الله عجبكم فيديو اليوم. إن شاء الله هيك حلا رمضانية طيبة وخفيفة وبسيطة. وإن شاء الله عجبتكم. وإذا عندكم أي حلو بدكم إياه لا تكتبوا لنا بالتعليق، وإن شاء الله نعمله لكم بإذن الله. ونشوفكم على خير والله معكم. مع السلامة.